خلص حاجة، اغتصبوا ستك وكمان انت تمشي عم تهلل لمغتصب ستك. الاسلام احد اركانه المخفية هو السبي. قولوا لامي قولوا لبيي خطفوني الغجر من تحت خيمي. ميرا مشان ما نفوت نحن بهالسخافة اللي عم يطرحوها الإسلام على لا هي حبته قبل، اللي على إيدها تاتو، لا ضربة علامة، شوفوا ضحكتها هون، لا شوفوا عيونها مبجبجين. طلعوا من قصة ميرا تحديدا كحالة، لأنه هلأ اللي عملوه الإسلام هو الجريمة الكاملة، والإسلام دين أتباعه يجيدوا جدا الجريمة الكاملة. بيغتصبها وبيخفي صوتها وبيخفي صوت أهلها وبيصورها على إنها هي اللي طالبة الاغتصاب، وبيصور أهلها على إنه هن مباركين هذا السبي والاغتصاب، وبيعمل لك الجريمة الكاملة بدعم من المجتمع الإرهابي والدولة الحاكمة الإرهابية وقانون الشريعة الإرهابي، وبيطالع لك نموذج أنت من جوا تحتار تتعاطف معها لهي السبية ولا تقرف منها، قد ما بصير في بلبلة ومسخرة حول الموضوع وتقول خلص ما دخلنا. بس اللي بدي لكم اياه امر كتير مهم بموضوع ميرا، ويمكن يكون هذا اهم ما قيل وسيقال بموضوع هي البنت. ميرا هي قصة كل ام وجدة لمسلم سوري ويمكن مغربي وجزائري وتونسي. يندر يكون في بيت مسلم ما يكون فيه سبية مسيحية بنسبة 1% لتكون حاببته ورايحة معه. أما هذا الخطف والاختفاء، القلق اللي بيحيط بالأهل، العوامل، إحنا بهذا العصر عم يتدون على السوشيال ميديا، جداتكم ما في مين يدون حكاياهم وقصصهم. طلع أبوها لميرا وقال كيف مديرة المعهد دقت له وعم يحكي بالتفاصيل كيف في تآمر من الكادر التدريسي لخطف هي البنت. طبعا هذا التآمر مو لمصلحة الشاب أحمد، هو في مخطط اليوم مدعوم من تركيا بأموال خليجية قطرية بيقول لازم المجتمع السوري يصير أفغانستان كله، إما بده يصير مسلم حقيقي، الطوائف هي ما بدهم إياها، أو يرحل. يخلونا كم مسيحي، هذا الشيء عملوه في فلسطين، بيخلوا نسبة مثلا 1% بالمجتمعات المسلمة مسيحية، بحيث أي في مثلا لزمت لهم مصلحة من فرنسا من الغرب كرمال المسيحيين اللي عنا. هن طبعا ما تركوا مسيحيين، المسيحية كان صاحب الأرض، كان أول شيء 100% عدد المسيحيين، على لعند حافظ الأسد كان 35% بالمجتمع السوري. هلا اليوم قديش 3% صاروا؟ وين راحوا إذا في رحمة وسماحة للإسلام؟ طبعا في إجرام إسلامي تم ارتكابه فيهم. ميرا هي تماما ما حدث مع ستك اجوا اخذوها خطفوها بنفس الطريقة. يا مسلم يا سني، اللي اليوم انت من اكبر المدافعين عن مغتصب جدتك. مسلم ممكن يكون سوري او من برا جلب، مثل هلا اللي بتشوف الافغاني والشيشاني وهدول اللي نكحوا البنات بالرقة بدير الزور والسبايا وغيرها. شو بيطلع لهم هدول بنات الأصفر بسموهم، بيطلع لهم سبايا، بيطلع لهم ملكات يمين بياخدوا. الإسلام أحد أركانه المخفية هو السبي، قائم على اغتصاب النساء لحتى يدخلوهم بالإسلام. اليوم أنت إذا قعدت تدفع مصاري تعمل جمعيات خيرية وتجيب الناس بالكلمة الحلوة والتعليم الصحيح، بتاخد سنين طويلة لتقنع واحد بالإسلام. جيب اخته اغتصبها حبلت صار عندها اولاد منك اللي هي صارت لا حول ولا قوه، خوال الولد وخالاته واهله ما رح يبقوا كل العمر مكسورين الراس قدام مجتمعهم، رح يقبلوا بالامر الواقع جيل بعد جيل، وهيك بتعمل المجتمع كله مسلم بسبب اغتصاب. اي منهم الاسهل؟ ايه حيواني اكثر. لو بده ينترك العنان للغريزه الحيوانيه اكيد بصير غالبيه المجتمع طبيعي يكون مسلم غالبيه المجتمع، لانه مو بالقانون ومو بالعداله الالهيه ومو بالدعوه الاخلاقيه الانسانيه، لا هذا بالاغتصاب والقتل والسبي والترهيب والارهاب واحتلال الاراضي وحرق البيوت وحرق المزارع وتجويع الناس. ليك على مستوى ميرا اول يومين عم تبكي ومنفخه، ثاني يوم قاعده مثل الذليله اخذينها سبيه، بعدين قالوا لها خلص مشي الحال، يعني شو بترجعي لعند اهلك رح يقتلوكي اهلك. هذا غير انه اخذوا لها ابوها حققوا معه. وانا اول مره بشوف دوله بنته بتنخطف بيقوموا بياخذوا الاب بيحققوا مع الاب. ليه؟ لانه عم يدلي بتصريحات تفيد انه المجتمع السوري السني ارهابي وفي سبي بالبلد. اللي صاير بسوريا باختصار شديد انه هالشله الارهابيين اللي كان اسمهم داعش اليوم تم
تشريعهم وصارت الدولة كلها تحت رايتهم برعاية غربية لإلهم. ليه؟ لأنه الغرب، شوفوا فرنسا وغيرها، صنعوا لإلهم إسلام يناسبهم للمسلمين ولكن يضل خادم للغرب. الجولاني لا يتجاوز خادم للغرب. اللي بدكم اياه، بدكم طبع مع اسرائيل بطبع، بدكم الامريكي يجي ياخذ نفط وغاز يجي ياخذ، الفرنسي بدك النسبه اللي بدك اياها على الغاز والنفط، الاوروبي اعمل اللي بدك اياه، بس خلوني بالحكم لافرض انا الكرسي اللي هو مصنع كرماله، والشعب رح يحب هذا الشيء لانه في فرد خلافه. عندك سبي نسوان، عندك العلويات، المسيحيات، الدرزيات، وشعب انترك للغريزه الحيوانيه. الاسلام هو المرض الوحيد، هو مو دين، هو مرض الوحيد اللي بيحول أتباعه لحيوانات بكل معنى الكلمة. تروح شوف بمصر هذا اللي صار مع ميرا، المصريات عم يعانوا منه من سنين طويلة. نفس السيناريوهات، بتتاخذ البنت القبطية، بتكون أوقات عند جوزها عندها أولاد، بس تصير رأي عام، توصل القصص للرئيس اللي بيكون حاكم، بصير بيقول لهم لفلفوها. كيف يلفلفوها؟ ما بيرجعوا لهم إياها بالساهل، إلا إذا وصلت القصص للغرب. الغرب بيتدخل، فبالصرماية بيرجعوا لكم البنت. وهذا اللي انتم ضلوا عملوه كمجتمع، بس تنخطف بناتكم، علوا الصوت ولا تخافوا منهم، باسماء مستعاره، باسماء حقيقيه، بصوت وصوره، تطلعوا معي، انا ما عندي نشكر ربنا خوف ابدا منهم. بيخطفوها للبنت، بيقولوا لهم لفوا الموضوع، هذا ليكي ابوكي هلا اليوم توقف تحقق معه، وعائلتك كلها بنحرقها وهن عايشين. ترهيب وقراءة قرآن، لك هذا القرآن دين سلام وكذا وإلى آخره بنفس الوقت، مع حبوب هلوسة أو مع حبوب مخدرات أو حبوب تهييج جنسي أو إلى آخره من الأمور. يلا هلأ صوري، طلعي قولي أنت جيتي معنا، أنت حبيتي لهذا اللي ما شايف فرشاية أسنان بحياته، المعفن المأنتن أبو ريحة صنة واصلة لآخر الكون، وتركتي عائلتك وأهلك وأبوك وأمك وأولادك ومشيتي ورا لهذا المعفن أبو أسنان صفر. وبس طلعت قالت المجتمع الارهابي السني دغري بتلقفوا هذا الفيديو ليقول لك ايه خراس بقى عاملين لنا مضطهدات وعاملين لنا مخطوفات وسبايا. ليك هي البنت رخيصه بدها تروح، اذا ما رجيت باللي عم تقولوا بيقتلوها ما عاد بترجع وانتم بتنسوا قصتها. فكتير مثل ميرا بتقول لك ليش بدي اموت انا وعائلتي، مين رح يطالب فينا، هيك تجوزني. وعم يقولوا بكره بيكرمني. كمان قطر بتفت مصاري دغري لانه صار في راي عام، فخليجي بيبعتوا لهم خليجي، يلا وعدهم تشتري لهم بيت مشان غير بنات الخاص تبع مصاري، وهن عم يسمعوا لك بكره بيجينا من قطر اذا رحنا مع شي شاب مسلم من هدول. وهي عمره سعوا لهم بعمره كمان يروحوا يقضوا شهر العسل وهن عم يطوفوا عند مهلكه، وخلص تخلص القصه. زلطوا لهم باركوا لهم للعرسان. شفتوا غنية فيروز تبع ريما بتقول له يا بياع العنب والعنبية قوموا قولوا لأمي قولوا لبيي خطفوني الغجر من تحت خيمة مجدلية. هي ما كانت غجر، هي كانت خطفوني العرب. هي قصة لبنت أيضا سبية خطفوها. كمان هيك إسلام. العرب مثل البدو يعني، خطفوها من أهلها وهي سريانية. فلما سنين من السبي والخطف صار عندها اولاد وتجوزت، واهلها دوروا عليها كثير، فلما لقت حدا مارق وعرفته جار اهلها فقالت له هي الكلمات بالسرياني. طبعا فيروز ما قالت خطفوني العرب، لانه بتعرفوا على عيبهم، مو بس ارهابيين، بدهم يطلعوا باحلى صوره، يعني فيك تقول عنه ارهابي، فحولوها لغجر، مع انه نحن باللغه العربيه ما عندنا غجر بالدول العربيه ليخطفوا اصلا. وهيك. لكن كيف الإسلام انتشر؟ اقتنعوا الناس بنكاح البهيمة ومفاخدة الطفلة، وأنه محمد نبي نكح طفلة عمرها 6 سنين ظل يداعبها إلى أن بلغت. هو هذا الدين اللي ممكن يقنع حدا يتبعه، وحدا يقتنع أنه ممكن يوصله للسماء للملكوت، يورث حياة روحية أبدية بسبب هالشذوذ كله؟ كل مسلم سني اليوم موجود بالمجتمع السوري سبق بالماضي، وفي مسلم إرهابي اغتصب جدته جعل مسلمة فإجا هو كمان مسلم، واليوم عم يدافع عن الإسلام ومتناسي إنه هو بأفضل حالاته حفيد مغتصبة سبية. وهذا الفرق بيننا وبيننا. نحن كمسيحيين حافظنا على إيماننا ومن أنسابنا تمسكنا بالمسيح غصبا عنهم وعن محمد وعن إرهابهم. هذا الإرهاب ما تغير، 1400 سنة له. نشكر ربنا إنه نحن كمسيحيين جينا من حرائر حقيقية، جداتنا وأمهاتنا حافظوا على إيمانهم ووصلنا. واليوم منكم اللي أخذوا سته واغتصبوها جاي لمدلك إيدي لخلصك من دين السبي والاغتصاب والإرهاب.
خلص حاجة. اغتصبوا ستك وكمان أنت تمشي عم تهلل لمغتصب ستك؟ حاجة.